ايه رأيك لو قلتلك ان ممكن انا وانت نشتري نفس الحاجة من نفس الموقع في نفس اللحظة، وانت تدفع اكتر مني من غير ما تعرف؟ بص، هو ده مش نصب ومش غلطة في الموقع، ده احتمال يكون تصميم. بص يا سيدي، زمان لما كنت تدخل اي محل كان في ورقة صغيرة كده مكتوب عليها السعر. لو انا دخلت وبعدي دخل واحد ملياردير، احنا الاتنين هنشتري بنفس السعر. البياع وقتها كان بيسعر المنتج، لكن مع الإنترنت ومع الذكاء الاصطناعي ابتدى السؤال يتغير. ما بقاش المنتج ده بيساوي كام، بقى الزبون ده ممكن يدفع كام. وده فرق مرعب، لأن أول سؤال بيدور حوالين قيمة المنتج، لكن السؤال التاني بيدور حوالين قيمة احتياجك ليه. وده هو موضوع حلقة النهاردة. بص يا سيدي، سنة 2024 هيئة المنافسة الكندية فتحت ملف غريب جدا، ملف أغلب الناس أصلا عمرها ما سمعت عنه، اسمه Algorithmic Pricing أو التسعير بالخوارزميات. أكيد طبعا أول ما هتسمع الاسم هتحس إنه موضوع تقيل ومعقد، لكن الحقيقة أنت تقريبا بتتعامل معاه كل يوم. كل مرة بتحجز أوتيل، كل مرة بتطلب عربية، كل مرة بتشتري تذكرة، بتفتح موقع تسوق، في الغالب النظام بيكون قرر السعر قبل حتى ما انت تشوفه. خليني احكي لك عن إشاعة أكيد سمعتها قبل كده. بيقولوا إن أوبر لما يعرف إن بطارية موبايلك قربت تخلص بيرفع عليك السعر. طب ليه؟ لأنه عارف إنك مستعجل وإنك غالبا مش هتقعد تقارن الأسعار. القصة دي انتشرت بشكل رهيب، لكن لحد النهاردة مفيش أي دليل علني بيثبت إن أوبر عملت كده، وأوبر نفسها نفت الكلام ده. يبقى خلاص، يبقى الموضوع انتهى. بس لا، لأن المشكلة أكتر بكتير من بطارية موبايل. خليني أسألك سؤال، لما شركة طيران ترفع سعر التذكرة كل ما الطيارة تقرب تتملي، هل ده ظلم؟ غالبا لا، وده اسمه Dynamic Pricing أو التسعير الديناميكي. يعني كل ما الطلب بيزيد السعر بيزيد، زي المانجا كده مثلا في آخر الموسم، وزي الفنادق وقت كاس العالم، وزي أوبر وقت المطر. الفكرة دي قديمة جدا ومنطقية في نفس الوقت. لكن إيه رأيك بقى لو السعر ما بقاش بيتغير بسبب السوق، لكن بسببك أنت؟ هنا إحنا دخلنا منطقة تانية خالص. تخيل معايا فيها إن 2 قاعدين جنب بعض، واحد مضطر يسافر النهاردة والتاني مرتب من أسبوع. هل المفروض الاتنين يدفعوا نفس السعر؟ اقتصاديا شركات كتير هتقول لا، لأن اللي مضطر هيستحمل يدفع أكتر. طيب النظام يعرف منين بقى إن الشخص ده كان مضطر ولا لا؟ هنا بتبدأ اللعبة. انت فاكر إنك لما تفتح أي تطبيق انت بس اللي رايح تطلب خدمة، لكن الحقيقة إن التطبيق كمان بيتعرف عليك. كل ضغطة بتعملها، كل ثانية بتقضيها، كل مرة بتفتح التطبيق وكل مرة بتقفله من غير ما تشتري، كل مرة بتضيف منتج للسلة وبعدين تشيله، كل دي بالنسبة للنظام بيانات. ولو بصيت للبيانات دي لوحدها مش هتفهم منها أي حاجة، لكن لما تحط بيانات ملايين المستخدمين جنب بعض، هنا بيبدأ الذكاء الاصطناعي يشوف أنماط. مثلا يكتشف إن الناس اللي بتحجز بعد الساعة 11 بالليل غالبا مستعدين إنهم يدفعوا أكتر. طب ليه؟ لأن أغلبهم مسافرين الصبح ومزنوقين. ويكتشف برضو إن الناس اللي بتفتح نفس صفحة المنتج 5 مرات مثلا في احتمال كبير جدا إنهم هيشتروا حتى لو السعر زاد شوية. وبيكتشف كمان إن الناس اللي كل شوية يقفلوا التطبيق ويرجعوا يفتحوه بعد دقيقة لسه بيفكروا، ولو السعر فضل زي ما هو غالبا هيشتروا. بص بقى، النظام مش محتاج يعرف اسمك ولا سنك ولا شكلك، هو محتاج بس يعرف سلوكك. وساعات دي بتكون أخطر بكتير. عارف ليه؟ لأن الإنسان ممكن يقول أي كلام، لكن سلوكه نادر ما بيكذب. ممكن تقول أنا مستحيل أشتري بالسعر ده، وبعدها ب10 دقايق تشتري. النظام مش هيهتم انت قلت ايه، هو هيبص انت عملت ايه. وده بالنسبة لي أهم بكتير. يمكن أكتر شركة الناس بتتكلم عنها في الموضوع ده هي أمازون. أمازون بتغير أسعار منتجاتها مرات كتيرة قوي خلال اليوم الواحد، مش مرة ولا 2، لا ساعات عشرات المرات. وده مش سر، أمازون نفسها بتعتمد على أنظمة بتراجع الأسعار باستمرار عشان تفضل منافسة للسوق. لكن هنا بيطلع سؤال مهم جدا، لو الكمبيوتر قادر يغير سعر مليون منتج ويغيره في ثواني، إيه اللي يمنعه إنه يغير السعر بطريقة مختلفة لكل حد؟ وهنا نوصل لأخطر فكرة في الحلقة بتاعتنا النهاردة. في الاقتصاد في مصطلح اسمه personalized pricing أو التسعير الشخصي. يعني الموضوع ما بقاش إن المنتج ليه سعر،
انت بقيت ليك سعر. والفكرة دي مش معناها ان كل الشركات بتعملها، لكن معناها ان التكنولوجيا بقت تسمح بده، وده اللي مخلي حكومات كتير بدأت تقلق. وهيئة المنافسة في كندا قالت نقطة مهمة جدا: الخطر مش بس إن النظام يرفع الأسعار، الخطر إن شركات كتيرة تستخدم خوارزميات تتعلم من السوق وترفع الأسعار من غير ما المديرين أصلا يقعدوا مع بعض. يعني ممكن الكمبيوترات توصل لنفس النتيجة وتتصرف بطريقة تقلل المنافسة من غير اتفاق سري ولا اجتماع ولا مؤامرة. وده سؤال قانوني وأخلاقي جديد جدا، والعالم لسه بيحاول يلاقي ليه إجابة. ولو فاكر إن كل ده مجرد كلام نظري يبقى استنى، لأن من هنا الحكاية هتبقى أخطر. في الحلقة دي هنشوف قضية حقيقية وصلت للمحاكم وتم اتهام شركة إن خوارزمياتها ما كانتش بس بتحدد سعر المنتج، لكن كانت بتحدد إيجار ملايين البشر. وساعتها هنسأل يمكن أخطر سؤال في عصر الذكاء الاصطناعي: هل الخوارزمية بقت تعرف قيمة احتياجك أكتر منك؟ ولا هل فعلا في شركات بتستخدم الخوارزميات عشان ترفع الأسعار؟ ولا احنا بنتكلم عن فيلم خيال علمي؟ للأسف احنا بنتكلم عن الواقع. سنة 2022 بدأت تظهر قضية كبيرة جدا في أمريكا. القضية دي كانت ضد شركة اسمها ريل بيج. لو عمرك استأجرت شقة فالجزء ده يخصك جدا. ريل بيج دي كانت بتبيع برنامج لملاك العقارات، والبرنامج ده كان بيقول لهم إن الإيجار المناسب لكل شقة كام. في الظاهر الموضوع شكله عادي جدا، لكن اللي أثار الجدل بقى إن البرنامج كان بيعتمد على بيانات السوق وبيقترح أسعار متقاربة على عدد كبير من ملاك العقارات. والنتيجة إن ناس كتير اتهمت النظام إنه ساعد في رفع الإيجارات، مش لأن تكلفة المباني زادت، لكن لأن الخوارزمية شافت إن السوق ممكن يستحمل. فالقضية دي لسه فيها نزاعات قانونية، ولحد النهاردة مفيش حكم نهائي. لكن مجرد إن الحكومات تدخل تحقيق في الموضوع يديك فكرة إن العالم بدأ يقلق فعلا. والموضوع مش واقف عند الإيجارات بس. افتكر آخر مرة حاولت تشتري تذكرة حفلة مثلا، دخلت لقيت السعر 1000 جنيه، قلت هفكر شوية. رجعت بعد 10 دقايق لقيته بقى 2000. رجعت بعد ساعة بقى 3. تحس إن حد بيجري قدامك. والحقيقة إن النوع ده من التسعير اسمه دايناميك برايسنج، وبيستخدم في حفلات كبيرة ومباريات وأحداث عالمية. لكن السؤال هنا: السعر زاد عشان الناس اشترت، ولا عشان النظام عرف إن الناس هتشتري مهما كان السعر؟ الفرق يمكن شكله صغير لكن معناه كبير جدا. خليني أقول لك حاجة ممكن تكون مرعبة شوية: الذكاء الاصطناعي ما عندوش مشاعر، ما بيشتغلش بالعواطف، هو بيشتغل بالأرقام. انت بالنسبة له مش أحمد ولا محمد ولا سارة، انت مجموعة احتمالات. احتمال انك تشتري، واحتمال انك تستنى، واحتمال انك تمشي، واحتمال كمان انك تستسلم. فاكر التجربة اللي تقريبا كلنا عملناها؟ ندخل نشتري حاجة وتبص على السعر وتقول لا غالية وتقفل الموقع، وبعدها بيوم تلاقي إعلان لنفس المنتج، وبعد شوية يوصلك إيميل في خصم 10%. إيه اللي حصل؟ هو فجأة بقيت عزيز عليهم؟ لا، النظام حسبها وقال الشخص ده كان فاضل له خطوة واحدة ويشتري، اديله خصم بسيط يمكن يكمل. لكن ممكن يحصل العكس برضه، تدخل على منتج وتفضل رايح جاي عليه وتفتحه كل يوم. النظام هنا بيستنتج واضح إنه نفسه فيه قوي، مش هيبعد، يستحمل زيادة بسيطة. وهنا بقى تبقى المشكلة: انت فاكر انك بتفكر، لكن هو بيتعلم ازاي بتفكر. زمان كان البياع الشاطر يبص في وش الزبون كده، ولو حس انه غني يمكن يرفع عليه السعر شوية، وكانوا بيسموا ده الفهلوة. النهاردة الفهلوة دي بقت مراكز بيانات وسيرفرات ونماذج ذكاء اصطناعي بتعمل نفس الفكرة لكن على ملايين البشر وفي نفس اللحظة. طيب هل كل ده قانوني؟ الإجابة مش سهلة، لأن في فرق كبير بين إن شركة تغير السعر عشان السوق اتغير، وده في أغلب الأحيان قانوني، وبين إنها تغير السعر عشان عرفت إنك أنت بالذات مستعد تدفع أكتر، وده اللي الحكومات لسه بتحاول تفهمه. ولما هيئة المنافسة الكندية فتحت النقاش ده ما قالتش إن الخوارزميات شر، بالعكس هي قالت إنها ممكن تساعد في تحسين الأسعار وفي زيادة الكفاءة، لكن في نفس الوقت ممكن تستخدم بطريقة تضر المنافسة أو تضر المستهلك. يعني المشكلة مش في الذكاء الاصطناعي، المشكلة في الإنسان نفسه، وفي الإنسان إزاي بيستخدم الذكاء الاصطناعي. تعال نسافر شوية للمستقبل وتخيل معايا المشهد ده.
بعد 5 سنين الذكاء الاصطناعي يبقى عارف إن مرتبك بينزل يوم 25، وعارف إنك بتسافر كل عيد، وعارف إن عندك طفل، وعارف إنك مستعد تدفع أي مبلغ لو ابنك تعبان أو محتاج دواء. ساعتها هيطلع لك نفس السعر اللي هيطلع لغيرك، ولا هيقول الشخص ده ما عندوش رفاهية إنه يرفض؟ لو وصلنا لليوم ده يبقى احنا خرجنا من عالم التجارة ودخلنا عالم تسعير البشر. وانا شايفة ان اخطر حاجة في الذكاء الاصطناعي مش انه بقى يرسم صور ولا يكتب مقالات ولا انه بيجاوب على الاسئلة، اخطر حاجة انه بقى يتوقع سلوك الانسان، وساعات بدقة مرعبة. زمان كانت اكبر ميزة عند الانسان انه غير متوقع، دلوقتي في شركات بتصرف مليارات عشان بس تثبت انك متوقع جدا. يمكن تكون لاحظت إن كل التطبيقات بتقولك إحنا بنحسن تجربتك، جملة جميلة جدا، لكن كل تحسين بيعتمد على بيانات، وكل بيانات بتكشف حاجة عنك، ومع الوقت النظام بيعرفك أكتر ما أنت عارف نفسك. وأنا هنا مش بقول إن كل الشركات سيئة، ولا بقول إن كل الأسعار بتتغير من شخص للتاني، لأن ده ببساطة مش حقيقي. لكن أنا بقول إن التكنولوجيا وصلت لمرحلة بتخلي السؤال ده مش جنون، لكن بقى سؤال مشروع. وده السبب إن الحكومات بدأت تناقش القوانين قبل ما التكنولوجيا تسبقها. تخيل معايا كده بعد 10 سنين دخلت تشتري عربية، الذكاء الاصطناعي عارف إنك اتخانقت مع مديرك النهاردة، وعارف إنك بتدور على أي حاجة تحسن مودك، وعارف برضو إنك ممكن توافق على قسط أعلى من المعتاد. السؤال هنا، هل دي تجارة ولا استغلال؟ أنا معرفش، لكن أعرف حاجة واحدة، إن الخط اللي بيفصل بينهم كل يوم بيبقى أرفع من التاني. وفي النهاية أنا عايزة أقولك إن في القرن اللي فات كان السؤال بكام المنتج، أما في القرن ده فيمكن السؤال الحقيقي بقى الخوارزمية شايفاني مستعد أدفع كام، لأن المنتج ممكن يفضل هو لكن السعر ممكن يتغير، مش بسبب المنتج لكن بسبب الشخص اللي بيبص عليه. ويمكن أخطر حاجة في الحكاية كلها إنك عمرك ما هتعرف هل السعر اللي دفعته كان سعر المنتج ولا كان سعر احتياجك ليه. بص، أنا مش بقولك توقف استخدام للتكنولوجيا، أنا بس بقولك اعرف هي إزاي بتستخدمك، وكل ما تعرف أكتر كل ما هيبقى أصعب إن حد يضحك عليك. أنا سلوى سالم، وده كان الصندوق الأسود. ما تنساش تعمل لايك وشير، وطبعا تشترك في القناة.